السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي الأهلاوي الجميل. امبارح شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ طلع في حفل توزيع جوائز الأفضل في الموسم الكروي اللي فات، وكابتن سيد عبد الحفيظ فاز بجائزة أفضل مدير كورة في مصر السنة اللي فاتت. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ قال كلمتين، شكر الناس كلها وشكر النادي الأهلي وشكر جمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي وإدارات النادي الأهلي اللي هو اشتغل معاها. طبعا احنا ما بنسكتش، التحليلات بدأت وكل واحد شغل مفتش كرومبو اللي جواه، وبدأنا واحد واحد بقى يحلل. طب هو ما حضرش حفلة النادي الأهلي، أكيد زعلان، أكيد غضبان، أكيد متضايق، أكيد مش عارف إيه. فبخصوص الموضوع ده خليني أقول كلمتين كده أنا كنت عايز أقولهم من ساعة ما كابتن سيد مشي وما قلتهمش في فيديو، فخليني أقولهم دلوقتي بمناسبة الموضوع اللي طلع امبارح ده. أول حاجة، كابتن سيد عبد الحفيظ مشي في أحسن وقت ممكن يمشي فيه. كابتن سيد عبد الحفيظ لو كان مشي في وقت واحنا خسرانين كان هيبقى شكله وحش. الراجل ادى كتير للنادي الاهلي، كلنا بنحبه وكلنا مقدرين الفتره اللي قعد فيها في النادي الاهلي، فالراجل مشي بشكل كويس واحنا كسبانين كل البطولات واحنا متواجدين بكل البطولات، فدي حاجه كويسه جدا ان هو مشي فيها. التوقيت وفجاه ومش عارف ايه، كان لازم يمشي. ممكن كانت الناس مستنيه لاخر الموسم بعد ما الدنيا تخلص. مفيش حد في الدنيا كامل، مفيش حد في الدنيا بيفضل قاعد بنفس الاداء في نفس المركز ولا في نفس المكان طول عمره. طبيعي ان يبقى فيه غلطات. الراجل ما طلعش اتكلم بشكل وحش، اداره النادي الاهلي ما اتكلمتش عليه بشكل وحش، ما فيش حتى اخبار طلعت ان في مشاكل او حاجه حصلت. فالموضوع بسيط، راجل ادى شغله ولا فترته باكمل وجه ممكن، بافضل صوره ممكنه. عنده غلطات زي اي حد في الكون. الاداره قرروا ان هم يمشوه في فتره هو كان متالق فيها، موسم ناجح جدا. فانا شايف الموضوع بسيط، الموضوع منطقي. ممكن يكون هو متضايق وده طبيعي، انت خارج من النادي الاهلي، انت مش خارج من نادي صغير، او انت مش سايب شركه صغيره، انت سايب النادي الاهلي طبيعي، واللي قضيت فيه عمرك كله الفتره اللي فاتت دي، فطبيعي ان انت يبقى عندك حاجه جواك، طبيعي ان انت تبقى متضايق، طبيعي ان انت مخنوق. بس في الاخر مش لازم نربط كل حاجه ان في مشكله واتطرد واتخانق وعمل. الموضوع ابسط من كده، فخلينا نعدي الموضوع ده. كابتن سيد عبد الحفيظ فوق راسنا، وان شاء الله هيفضل اهلاوي وهيفضل ليه مكان جوه النادي الاهلي طول عمره، وان شاء الله ربنا يكرمه في الخطوه اللي جايه ايا كان اعلاميا او اداريا جوه النادي الاهلي. بس كده، شكرا ليكم وسلام عليكم.